السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. انتوا وحشتوني 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 من اخر فيديو انا نزلته معاكم حبايب قلبي. انا النهاردة راجعه لكم فيديو جديد وروتين جميل جميل كده خدته معاكم من الصبحية كده، من الصبح بدري. نزلنا ودينا عمرو الامتحان ورجعنا بقى، هتشوفوا دلوقتي معايا الروتين بقى, يعني خدته كده على السخن كده على الصبح بدري. بس حابة اشكر الناس الجديدة اللي دخلت لي القناة، متشكرة لكم جدا جدا جدا. نورتوني وكترتوني واسعدتوني، وجودكم سعدني كده. يعني وجودكم فرق في حياتي وفي القناة. ربنا يديمكم عليا نعمة يا رب، ما تحرم منكم ابدا. وان انتوا اتضميتوا لينا كده ولاخواتنا، لكل اخواتي اللي في القناة، اخواتي اللي هم من الاول كده معايا في القناة. ربنا يخليكم لي يا رب، ما تحرمش منكم أبدا، ولا من تعليقاتكم، ولا من كلامكم الجميل، ولا من دعمكم ليا، ولا من تحفيزكم، ولا من أي حاجة خالص انتوا بتكتبوها لي. ربنا يجازيكم خير يا رب، ويجبر بخاطركم جبرا يستعجب له أهل السماء والأرض. لكل أخت بتدخل بتكتب لي تعليق كده حلو من ايديها، ربنا يخليكم يا رب وما تحرم منكم ابدا ابدا ابدا. والله العظيم انا كل فيديو هقول لكم كده، والكلام مش هيوفيكم حقكم. والله العظيم ما هيوفيكم حقكم. انا لما برد عليكم في التعليقات بحس ان التعليق دوت مش كفايه. والله التعليق اللي انا برد عليكم فيه بصراحه ما بيبقاش مالي عيني قوي برضو. حاسه قليل قوي قوي عليكم، وعلى كرمكم وعلى ذوقكم وعلى حسن تربيتكم واخلاقكم وكلامكم الجميل اللي بتقولوه لي. ربنا ما يحرمني منكم ابدا. والله بكلمكم كلام طالع من قلبي، وزي ما انتوا بتحبوني كده انا بحبكم برضو اضعاف اضعاف الحب دوت. ربنا يخليكم لي يا رب، ما تحرمش منكم ويديمكم عليا نعمة في حياتي. بصوا بقى، هنا دخلنا ودينا عمرو الامتحان، خدنا اليوم كده من اوله. وديت عمرو الامتحان عشان انا في الامتحانات بحب انزل عمرو. يعني انا بحب اروح انا اوديه بنفسي، مش ب... مش بسيبه هو يروح. في الامتحانات بالاخص يعني بيبقى متوتر شوية، فلازم بروح معاه يعني بديله الامان يعني شوية. رجعت بقى بعد ما وديت عمرو الامتحان، رجعت بقى هنا على الأوضة بتاعتهم. شفتوها في أول الفيديو كانت عاملة ازاي؟ احفظوا شكلها جامد قوي. كانت مدعكة، والله العظيم كانت مدعكة. كانوا الغسيل كل ما اغسل غسيل ولم غسيل اديهولهم، اقول لهم خدوا بقى كل واحد يرص دلابه. ياخدوا الهدوم يحطوها على السرير، ياخدوا الهدوم يحطوها على السرير. لما لقيت دخلت الأوضة اتصدمت بقى، ولقيتهم حاطين الكتب واللمة بتاعتهم والملازم. وبصوا بقى، هيصة هيصة مليها يعني ملهاش أول من آخر. وديكوا شفت المنظر كان عامل ازاي في أول الفيديو. قلت أول حاجة هبدأ بيها يومي في البيت هي الأوضة ديت. يعني أول حاجة قلت أبدأها بصراحة هي الأوضة دي. كنت متضايقة منها جدا جدا، والهرجلة اللي هم عاملينها. بقول لهم انتوا قاعدين فيها ازاي؟ مش عارفة يعني انتوا قاعدين فيها ازاي او بتناموا فيها ازاي؟ انا مش عارفة. دخلت طبعا عليها دخلة، كل حاجة انا غسلتها شلتها ونضفتها. كل حاجة كده انا شلتها ونضفتها. غيرت لهم طبعا المفارش الدفاية ديت، مفارش دفاية. طبعا انا كنت المفارش دي جايباها من غير اكياس مخدات ولا خداديات ولا حاجه، فبوفق لها اقرب حاجه تمشي معاها. فقلت بما ان فيها احمر، ففي طقم سرير يعني عندي بتاعهم في احمر، فقلت لا اخدها اخدها ديت برضو، يعني تبقى لايقه كده معاهم شويه. ومسكت السراير نفضتها تنفيضه محترمه، تنفيضه مية مية، ومسكت سحتها. كانت هنا شروق اللي معايا في البيت، قلت لها تعالي يا شروق نحاول نرفع المراتب انا وانتي. يعني بعمل تبادل، بجيب المرتبه دي هنا وبجيب المرتبه دي هنا، وبحب انفض الملل. مله حلوه، مله دي. محدش يضحك عليا، انا اضحك على نفسي، محدش يضحك عليا. يعني بحب انفض الملل تنفيضه حلوه برضو، لو يكون برضو عليها ترابه ناعمه او حاجه. واروح مسحه تحت السراير كده، ازق ازيح السراير، ومكان الرجول يعني ايه ادعكها كده بالفرشه وامسحها مسحه حلوه.
يعني عشان مكان رجول السراير يعني بيبقى برضو في ايه، في برضو تراب وكده، فما بيجي عليه طشينه بيعمل ميه بطشينه وكده. فلا بروح بقى ماسكاه زي حاجه كده سيكه صغيره، واروح ماسكاها بقى دعكاها بالفرشه ومسحه مسحه بقى محترمه. وانا طالعه من عندي بعد ما وديت عمر، عديت على بتاع المنظفات، جبت منه ديتول. ديتول للمسح بصراحة أنا بقيت أدمنه، بقيت مدمناه لأن عاجبني قوي قوي، عاجبني ريحته. بحس إن بيديني ريحة نظافة كده وريحة تطهير، وبيطهر الأوضة وبيدي للسيراميك لمعة قوي قوي. هو ديتول بالنعناع، والله العظيم حلو قوي. جربوا كده، تروحوا عند بتاع المنظفات تجيبوا تقولوا له عايزين ديتول بريحة النعناع بريحة الليمون، الحاجات ديت هتفرق معاكم جامد قوي. سعرها حلو بصراحة، يعني سعرها حلو قوي. فادتني للسيراميك لمعة والريحة بقى والنظافة، مفيش بعد كده مفيش. هنا بقى مسكت كنسة محترمة، يعني مش قادرة اقول لكم على كمية التراب طبعا اللي طلعت، وكمية بذر اليوستفندي. والله العظيم بصوا تراب، كمية تراب قد ايه. طبعا الورق على قد ما قدرت لميت طبعا الورق. بذر يوستفندي، مش قادرة اقول لكم على بذر اليوستفندي اللي انا بقيت المه. ورحت ماسكاها منضفاها تنظيفه، كنست ونفضت. وهنا طبعا كنت زحت رفعت انا وشروق المراتب ومسحنا تحت السراير. مسحت مسحه حلوه كده وانا واقفه، قلت ايه عشان لو في حاجه انا اشوفها احسن، ما اكون يعني ما اكون انا مايله، يعني ما اكون موطيه قصدي. فاهمين واخدين بالكم معايا؟ بس ورحت بقى مسحه الدنيا كده، ورجعت كل حاجه مكانها، خليت الدنيا زي الفل. خليتي الدنيا كده فل وشمعة منورة. بصي لمعت كل حاجة، اكمني الخشب بتاع الاوض اسود عندي، يعني اسود. فبصوا اي ترابة بتبان فيه. وبصراحة الاوضة ديت كانوا ولادي قايمين معاها بالواجب، انا بقول لكم الصراحة ما كانتش نضيفة خالص خالص خالص، يعني مش، يعني بقول لكم بجد بأمانة ما كانتش نضيفة. كانت مليانة كراكبهم وكتابهم، ولازم ربنا معاهم يا رب وينجحهم كلهم يا رب، يطلعهم كده كلهم مجبورين الخاطر. بس بصراحة يعني انا زعقت فيهم كتير، قلت لهم لا مش للدرجة دي، ماشي انتوا مش فاضيينهم، يعني انا عذراهم، بس لازم برضه اشد عليهم عشان خاطر ايه، يعني ايه الهرجلة اللي في الأوضة ديت انا مش حباها. انا مش حابة الهرجلة دي. طبعا الأوضة دي انا مش بدخلها كتير، لان بيبقوا هم قاعدين، اللي عنده درس اونلاين بيدخل يقعد فيها. فانا مش فبقول لهم ازاي، يعني ازاي انتوا طيب بالمنظر دوت، يعني ازاي، مش عارفه قاعدين فيها ازاي. بصراحه فضلت ازعق فيهم كتير جدا و... وربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم. هنا هي شروق كانت دخلت بترفع معايا السجاده، لان الكومودينو دوت مليان حاجات، فكان تقيل جدا ما قدرتش ارفعه بصراحه خالص لوحدي. بصوا خليت الاوضه معالمها بانت، والله العظيم. وفتحتها وهوتها. طبعا انا مسحت وسبتها طبعا لما تهوت خالص، لان طبعا السيراميك ما بينشفش بسرعة في الشتا دوت، ما بينشفش بسرعة. وبصوا خليتها كده معالم الأوضة، بصوا نطفت، معالم الأوضة بانت، الأوضة بانت كانت معمولة. ودخلت على البلكونة غسلتها غسلة محترمة، وإيه وبصوا كده وفي الشمس دخلتها. وكده الفيديو بتاع حبايب قلبي انتهى. السلام عليكم ورحمة